بركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت بفيديو جديد اي فوتبول 25. اخيرا كنت قاطع مده طويله جدا بسبب ان مفيش اي احداث او اي حاجه انزل عليها. اخيرا نزل بيس 25. اول مره افتحها ما شفتش اي حاجه، فهكون عبيط في الموضوع. يعني انا مش ما تشوفش الفيديو ده على اساس ان انا هشرح وكده، انا داخل اجرب. فاول حاجه ماشي خش. غيروا طبعا. ايه ده؟ استنى، وانا المفروض اسجل حسابي من جديد ولا ايه؟ المفروض كده اسجل حساب من جديد. طب لحظة اسجل الحساب واجي. خش بقى. ايه ده؟ نفس الكلام. طب ماشي اكسبت. انا مش فاهم اي حاجة الصراحة، يعني كده ضيعت محاولة ولا ايه؟ مش عارف. لا، هو نفس حوار برضو كونامي، نفس مشكلة كونامي كل سنة. نقعد ندوس ريتراي بقى. استنى بقى لما نخش. 15 ميجا حلو. قليل حمل. يلا يا باشا. متحمس جدا والله، بقالي كتير جدا مستنيها واخيرا نزلت. يا رب ما تبقاش مخيبة للامال، يعني عشان الواحد زهق من بيس دي. فكك من الفيديو يلا. تسجيل دخول عادي. ايه ده؟ ده ايه دي؟ روبرت ليفاندوسكي ماشي. وسانيه. قشطة. ايه ده؟ ماشي. ده اللي هو الحاجات الجديدة وبتاع. ماشي فكك من كل ده. اول حاجة ضربة الجزاء اتجدد. ديلي ريوردز. يا الله على السيرفرات بقى. راستر طيب ولا اخيرا؟ يعني انت ممكن في الفيديو يظهر لك ان انا ما كملتش دقيقة ولا حاجة، بس انا بقالي بتاع 5 دقايق. ماشي نفس الدخل، هو اتراستر من جديد غالبا. استنى بس اوطي الصوت شوية. ماشي، هو اتراستر من جديد. تمام. ده طقم نديها في النص كده. حلو، دخلت بداية مبشرة. مين بقى الجوايز؟ ماشي. فرانك ريباري 81 بس. ايه ده بوسترين. ده في بوسترين. طب الطاقات ايه؟ ده المفروض انا اللي بضيفه بقى، ده على حسب اللي فهمته من التسريبات، ده المفروض انا بضيف له بوستر. حلو. في 1 2 3. طب مين اللي في الباك؟ في بيكهام وتوني ادامز، ده معرفوش الصراحة، بس بيكهام. كارفاخال. ومحمد صلاح. وأوبلاك وبالمر. طب كويس والله، لعبة جامدة والله. في 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طب حلو والله، كويس حلو. في عندنا هنا ميشانات جديدة. حلو. ايه السكيل اب دي؟ ايه ده في كوينات 50 كوينز. وايه تاني؟ و50 وكروت تجديد، كروت تدريب. وارنولد. طب كويس ده والله، ده زي تدريب كده، بيعلمك تقريبا. ايه الماتش باس بقى؟ في حاجة جديدة فيه؟ ايه اللي نزل مكان عقود التجديد؟ لسه برضو موجود الكوينز هي. ومفيش خصم عليه. طب ماشي. في ستارت اب، ده ايه ده؟ 50 كوينز بس. في فتحات مجانية. على برشلونة في 100 كوينز كمان. طب كويس والله. يعني 150 كوينز هنا. طب طب حلو. في ايه بقى في الشوب؟ إيه اللي منور؟ في سيل. ماشي، ده احنا عارفينه. في آه، جوارديولا بدولار. وفي مين ده؟ ديفيد فيا. ومعاه روبن دياش. و لا معاه ناس كويسة. ده ب3 دولار تقريبا. 3. طب كويس ده والله، حلو. معاه لعيبة تانية كويسة. هخش بقى على الباكات. نخش على الباكات على طول. عندنا ميسي المجاني. وعندنا 26 فتحة الباك ده. نشوف كده. اللي انا محتاجه هو باريزي. وديفيدز. وبس، مش محتاج اي حد تاني. رودري الشو تايم. طب حلو ده. انا لو جالي هكون مرضي والله. لو جالي ده بس انا هكون مرضي. طب نفتح اول حاجه ميسي المفروض بقى. انا معايا واحده بس مجانيه. طب افرض ما طلعليش. مش عارف الصراحه، بس نفتح. ما بتنورش ليه؟ هو ايه الحظ الخارة ده؟ لا نور، بس انا كنت عاوز اتنور من بره يا عم. كان نفسي اشوف المنظر ده. ايه ده؟ دي فاتحه ب10.
ده عمري ما فتحتها دي في حياتي. حلو ميسي ده بيوصل 102 في الغالب بالبوستر. بص احنا ممكن نخش ايه، نفتح فتحة كده فتحتين بس، نجرب بس حظنا كده. يعني احنا مثلا نخش على باريزي، نجرب كده اي حاجة يعني. المفروض لما بيكون في ضغط على السيرفر الحظ بيكون كويس. فتعالى كده نجرب. هو هفتح فتحتين او فتحة بس يبقى 25 المتبقية. اسكيب اسكيب. فكرت رودري، والله فكرت رودري، كنت هعيط من الفرحة. بس ماشي يعني، روبن دياش ممكن نفتح فتحة كمان. هنفتح فتحة كده كمان كده على طول من غير حاجة. يا رب. ايوه بتنور من جوه. يا رب تصفر، يا رب تصفر. يا رب. اصفري اصفري. مين ده؟ مين تيتي ده يا عم؟ ده مين ده يا عم ده؟ يا رب. يا رب اي حاجة، يا رب اي حاجة، يا رب يا رب تصفر. يا عم سكيب، مش هيطلع حد برضو عدل. مين ده يا عم؟ يا جدعان ايه الحظ المقرف ده؟ اخر فتحة، اخر فتحة وهوقف من غير حاجة على طول كده. لا حول ولا قوة الا بالله. لا كفاية كفاية كده، الحظ دلوقتي زي الخرا، مش هفتح تاني. كفاية بجد. مين عندنا في عقود الترشيح؟ مفيش حد كويس في الغالب. مفيش حد كويس. طب انا عاوز اشوف الباكات، كانوا بيقولوا في نسخة 1800 كوينز كتير. مين اللي بيجي معاهم؟ نيمار، ماركينيوس. لا 1800 كتير قوي. كتير اوفر الصراحة. ميسي 100 ونيمار 98. بس انا مش محتاج ميسي عامة يعني. ميسي هينزل له نسخة كتير تانية كتير جدا يعني. شوف كده التشكيلة ايه التغييرات فيها. بيتهيألي هي مفيش تغييرات خالص. هات ميسي يا باشا، نحطه فين؟ حطه مكان الواد ده. وهاته كده اي ام اف. يلعب اي ام اف تمام. ممكن بقى ايه نطوره. تعالى اديله زي ما هو عاوز بقى. بس كده. اعتقد ممكن يوصل 102 او 101. ايه ده؟ مش عارف ايه ده، بس خليه اوتو يعني، انا مش فاهم. مش عارف ايه ده بالظبط. ماشي نطوره بقى. اوكي. اوكي اكشن. هو اتعمل اوتو لوحده اساسا. اعمله كده ريكومنتد. هو بيوصل 101. طب بالبوستر يعني لو ضفت له بوستر. هو انا البوستر ده اساسا اقدر اغيره؟ انا معايا حاليا واحد بس. حط كده راندوم نجرب. اجيلتي كويس كويس. ده بيزود له السرعه. بس هو ما زودتوش بس كويس. الاجيلتي بيزود له السرعه والتسارع. بس لو دخلت على الطاقات هتلاقي طاقاته كويسه والله. السرعه 77 والاكسلريشن 90. مش احسن حاجه. بس البالانس 97 كويس. وبول كنترول دريبل تايت بوسيجن وعي هجومي، لا كله كويس عامة، والباصات كويسة. فممكن بما اني ما عنديش نسخ تانية لميسي خالص غير نجوم الاسبوع بتاعت ميامي، فدوت ممكن يبقى اساسي. فنستنى كده شوية على اللعبة تخف شوية ونجرب كده مع نفسنا شوية حاجات، وارجع لكم ان شاء الله. هنفتح ال 22 باك التانيين دول، ويا رب يا رب يطلع اي حد منهم، عشان في الغالب كده الحظ دلوقتي مش احسن حاجة. طب معلش بس عشان نسيت اهم حاجة بالنسبة لي اللي هي الماي ليجا. اما هم قالوا هيجددوا فيها حاجات وبتاع، فالمفروض انا دلوقتي داخل مش عارف بقى يعني. هو المفروض قالوا ان هم هيدونا جوائز تانية وكده، فانا مش شايف الجوائز الصراحة. مش شايف اي فرق. أنا مش فاهم الصراحة. مش بيدوا اي جوائز تانية. فمش فاهم الصراحة. هجرب كده واشوف، بس برضو مفيش اختيار ان انت تغير الطقس ولا اي حاجة يعني. مش فاهمهم الصراحة. بس هجرب يعني، هجرب. هو حاليا نفس كل حاجة. حتى الايفنتات كلها هي وكل حاجة. الفرق دي بس خلوها اكسبيشن. مش عارف الدوري ايه ادوا نظام الديفيجن بيتهيألي هو برضو. ما فيش حاجة فرقت قوي غير هو بس حوار البوستر ده.
برضو نفس الكلام، احداث ال50 كوين هو حدث واحد 50 كوين برضو. الصراحة لا تحديث، يعني مش حاسه تحديث الصراحة. يعني انا حاسس التحديث بتاع يوم لما ضافوا اللي هي تعديل الخطط وضربات الجزاء كان تحديث اكبر من كده بكتير، يعني حتى ما عدلوش اي حاجة في الاشكال ولا اي حاجة. بس هجرب الجيم بلاي ويا رب يعجبني، يعني ان شاء الله يكون كويس. هخش كده ماتش في الماي ليجا معاكم، يا رب يبقى في فرق في الجيم بلاي شوية. طيب ايه بقى؟ مش شايف اي حاجة والله مختلفة خالص، وحتى مفيش صوت، انا مش عارف ازاي. هي نفس الحاجة بالظبط. مش عارف الصراحة. ايه ده بقى في حكم؟ انا مش واخد بالي منه والله. طب حلو ده. انا ملاحظ ان في اختلاف في تحرك اللعيبة. ايه ده في حكم راية كمان؟ ده ايه التطور ده؟ في فرق في تحرك اللعيبة والجرافيك بتاع اللعيبة كويس جدا، يعني ده كده المفروض ستاندرد. فلا حلو، والمهارات اسرع. لا في فرق كويس. اللعبة اسلس سيكا. بس انا مش فاهم ليه الصراحة الجرافيك كده. انا تقريبا مندمج من ملف الجرافيك اللي انا كنت مركبه في الغالب يعني. ده كان من الملف اللي انا كنت مركبه، فهعمل مسح بيانات للعبة واشوف. حزين جدا والله، يعني زي ما انتوا شايفين انا دلوقتي بعمل فويس اوفر من المونتاج عشان ما كنتش بسجل صوتي وانا بفتح الباكات. الحاجات اللي كانت طالعه دي كانت اوتو كليكر، كنت بحاول اجلش بيها اللعبه ويطلع لي اي حاجه، ما اعمل ثغرات. انا كنت فاتح 4 فتحات الاول، تمام، وكانت بقى معايا 22 فتحه، فتحت 12 فتحه كمان ما جاليش اي حاجه خالص، اي حاجه، مفيش اي حاجه حتى عدله جاتلي. يعني انا بجد انا مش فاهم ليه اللعبه بتعمل معايا كده. فتحت كمان ال10 فتحات التانيين وانا بسجل صوتي بالتصوير. بس بجد انا مش فاهم يعني ازاي ده في ناس فتحت بفتحه فتحتين 5 فتحات يطلع لهم 2 و3 ايبك. مش عارف ليه. باقي لي 10 فتحات فتح 24، او الاربع فتح 16 فتحة ما جاليش ولا حد حرفيا. عشان بس اختصر عليكم الحوار، ما اقعدش اقول لك بقى اقدرك معايا بتاع 10 دقايق في الفيديو تفتيح باكجات وكده. فانا هنجزها عليك زي ما انت شايف، مفيش اي حد ولا اي عيل حتى ناشئ لسه جاي جديد، حرفيا كله محدش يعرفهم خالص. مع ان في ضغط في السيرفر والسيرفر زي الخرا، وعمالين يقولوا السيرفرات لما يكون فيها ضغط الحظ بيبقى حلو ومش عارف ايه. 26 فتحة جيش اي حد منهم خالص، يعني حتى ولا رودريجو ولا حتى، يعني انا لو رودريجو كان جالي كنت هفرح شويه. مفيش حد جاي لي خالص خالص، عمال اعمل ثغرات، عمال ارستر اللعبه، افتح في بي ان، افتح داتا، افتح نت، كله زي الخرا، مفيش اي حاجه قدامك زي ما انت شايف اهو. مفيش اي بني ادم بيجي، مفيش اي بني ادم بيجي حرفيا. طيب ده حرفيا اخر فتحتين. قعدت اخش في الانفو والبرودكت ديتيلز ومش عارف ايه، قعدت اشوف كده الدنيا على امل يجي لي ايبك، حتى ايبك من اخر فتحه، ايبك اخر فتحه حتى هايلايت. هات رودري يا عم، رودريجو. مفيش اي حاجه. يعني حرفيا أنا مجاليش لاعب اعلى من 84 او 83، كله 83. روبن دياز بس اللي 84. يعني أنا مش فاهم في ايه، انا مش عارف اتفضل. مفيش اي بني ادم اعلى من 83. مش عارف انا عملت ايه للعبه. طيب عامة فكنا من اللي حصل ده، انا عاوز اجرب بقى ايه المطر بقى والحاجات دي. بجد يعني عاوز اجرب المطر، بس انا حاليا بلعب اوفلاين عشان النت ميبقاش فيه مشاكل وبتاع. فنلعب كده على نجوم الاسبوع، نلعب ماتشين كده. فانا عاوز اجرب المطر وكده ازاي بقى بيتعمل، عشان لحد دلوقتي مش عارف. هو المفروض بيبقى بيتعمل من جوه الماتش نفسه، فهخش اجرب. فين طيب؟ يعني انا يعني حتى ما اقدرش احدد الطقس. ده ايه التحديث؟ خسارة في الجيجا ونص والله، يعني النت اساسا خلصان وجددته بالباقة. خسارة في الجيجا ونص دول وربنا، ويمكن 2 جيجا كمان. خسارة والله. يعني انا في اشد الندم.
كل حاجة هي يعتبر مفيش اختلاف كبير قوي. نفس العبط برضو بتاع اللعيبة، هو فرق بس جيم بلاي، وضافولك الحكم وحكم الراية والدكة ومش عارف ايه. باقي ماتش واحد اصعد ديفيجن 5 اللي هو عقدتي. بس الصراحة يعني الفيديو كده يبقى طول قوي، فنخلي الديفيجن ده ماتش تاني، لفيديو تاني قصدي. عامة التقييم العام للتحديث هو 6/10 بجد. يعني انا مش شايف اي تحديث غير هو جيم بلاي، وكانوا يقدروا يعملوه في تحديث عادي جدا. يعني انا فاكر التحديث بتاع لما نزلوا السون، نزلوا البريدز وكده، نزلوا ديلي جيم، ونزلوا وغيروا شكل الفتحة وكده. انا شايف التحديث ده كان اكبر من التحديث ده بكتير من الاخر. لكن عامة هو كويس، احسن حاجة الجيم بلاي غيروا شوية وخلوا فيه واقعية، بس هو بقى صعب وعاوز تتعود عليه تاني وتتمرن عليه تاني. تمام. ويمكن دي مشكلة نت، التقل اللي عندك ده كان نت مش هنظم اللعبة، واكيد يعني في شوية مشاكل في اللعبة وبتاع، فنستنى اليوم الاثنين او الخميس الجاي وكده تبقى اتظبطت. الفيديو الصراحة مش عارف هينزل امتى، بس انا ولا لسه منتجت ولا لسه عامل حسابي عليه اساسا. انا صحيت لقيته بيقولوا التحديث نزل، يعني انا صحيت 9 اساسا ان التحديث هينزل 11، ولسه بقى هيفتح متأخر وبتاع، لقيته فتح الساعة 8:15 ولا 8:30، فدخلت العب على طول. ورب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش اللايك الاشتراك سبسكرايب، هي بس انا عبيط برضو كل مرة بقولها، بس يعني واسف على السحبة. وبفكر انقل محتوى شويه على ماينكرافت، بما ان بيس ما فيهاش حاجه غير ديفيجن يعتبر وتفتح باكجات، بس انا كحيان ومعيش حاجه افتح بيها اساسا، يعني كل فلوسي ما تجيبش 1000 كوين اساسا وبس يعني. بس انا عاوز اخد رايكم في حاجه، ايه رايكم اشتري ديفيد فيا او جوارديولا؟ بس انا حاسس ديفيد فيا هيكون احسن شويه. ايه يا عم ده؟ لا لا ما تشتريش يا عم، حاسه هيبقى احسن شويه. $3 يعني حوالي، هدفع حوالي 100 وحاجه جنيه كده، فمش عارف هل يستاهل ولا بلاش، مش عارف الصراحه. وبس يعني، فانتوا قولولي وبس. سلام.